هيقولوا لنا في الكومنتات ان شاء الله انت جابه بتاعت الفسيخ ليه. ده قعدوا ده قعدوا كتير قوي 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 يقولوا لي انت بتجيبي بلوجرز وبتجيبي مش اه عارفه، اه اصلها راحت عليكي، فانت بتجيبي ناس دون المستوى، ومش عارفه ايه هو المستوى ده. مش فاهمه ليه، ما كلنا بني ادمين لا يعني. مش قصدي، يعني قصدي اقول انا النهارده لازم استضيف بس علماء، وبس ناس خلصت جامعة، وبس ناس مثلا رجال أعمال وكده، وكأن بقية الشعب ده ملوش قيمة مثلا. اه يعني هل مثلا رجل القمامة ملوش قيمة؟ هل الراجل السباك اللي بينزل مثلا البلاعة ويصلح المجاري ملوش قيمة؟ انتي اللي روحتي اشتغلتي في بيوت وعملتي وسويتي عشان اهلك ملكيش قيمة؟ يعني انا بالرغم من كل الناس اللي بتقول كده، انا بفتخر جدا ان انا بقعد مع الناس دي اقيم كتير اي من عندي من ناس كتير تاني، لان الناس دي تعبت بجد واجتهدت وكبرت وحققت، ولسه عندها طموح، انت لسه عندك اه حلم وعايز عندي تحققيه، احلام كتير اه. وبتعلمي ولادك ومدخلهم مدارس كويسة. ايوه انا مش فاهمه ليه انا ما اقعدش مع حد بيتلفظ، ما اقعدش مع حد بيخرج عن سياق الادب. لكن الناس المجتهده، مش معنى ان انت ما كملتيش تعليم عالي او بتعملي فسيخ. طب ما هو الفسيخ ده احنا كلنا من اكبر واحد لاصغر واحد بياكل فسيخ عادي. اه. يعني ودلوقتي كمان بيقعدوا يقولوا لي بيقارنوا نفسهم يعني بيقارنوني بالشهادات بتاعتهم بطريقه صعبه. ايه الشهاده؟ يقول لك اصل مكة جابت عربيه، بس اللي خرج من كليه الهندسه مش عارف اروح يجيب عربيه. اركنها بقى. هو مين ليه قال لك؟ بيعملوا كده بقى؟ مين قال لك ان اللي خرج من كليه الهندسه احسن من ام مكة او ام مكة احسن منه؟ كل واحد في الدنيا ليه رزقه اللي صح. ربنا كتبه. وانتي النهارده عندك موهبه في صنعتك، بتعملي فسيخ حلو، مم. وهو مهندس بيبني بيت حلو او بيعمل طريق حلو. انتوا الاتنين بتعملوا حاجه حلوه بطريقتكم، مفيش حد احسن من حد. مين قال ان الدكتور احسن من المذيعة، او المذيعة احسن من الممثلة، او ممكة احسن من ست البيت؟ على فكرة ممكن يبقى ست بيت في البيت وبتعملش حاجة خالص، وبتصحى تمسح الارض وتعمل مواعين اه. وبتاع، وست كويسة جدا وست عظيمة مم. وكل حاجة، ما هي دي بتعمل وما انجاز في بيتها. اتعلمتش خالص، ما بتعمل بتفكش انجاز في الخط. بيتها اه اه. يعني ام سعد الصغير دي كانت ست طيبة جدا جدا، وكان بتحسهم دايما على انهم يجتهدوا ويعملوا ويسووا، وفي نفس الوقت كانت شخصيتها قوية جدا، ان كل الرجالة اللي في العيلة دي بيخافوا منها جدا، وهي ست كانتش متعلمة.